من براغ مدينة المياه بورغ. شوفوا لما تشوفوا صانع المحتوى منزل حلقة سؤال وجواب اعرفوا ان المحتوى عنده خلص. لكن احنا في براغ في قلب الحكايات كامل مثل ما يقولوا، وصورنا لكم فعلا قصص من ساعة براغ الفلكية إلى أرعب كنيسة في العالم وهي كنيسة العظام اللي موجودة في تشيك، إلى أول تحدي اللي احنا نقوم فيه، كيف ممكن أنا أعيش ب20 يورو اليوم كامل في براغ. لكن وسط هذا الزخم حبيت أن أتوقف شوية وأعطي لكم فعلا الميكروفون عشان أجاوب على كل الأسئلة اللي تدور في بالكم أو في راسكم عن السفر، عن الغربة، وعن السر اللي يخلينا جالسين نواصل هذه المغامرة رغم كل هذا التعب. اليوم الميكروفون معكم والإجابات بتكون بصدق ومن القلب من وسط براغ. طب خلينا ننتقل إلى السؤال الأول، واحد سألنا ما هو سر شغف المغامرة والظهور أمام الكاميرا؟ العالم الافتراضي هو وسيلة لتوثيق لحظات لن تتكرر أبدا. السر الذي يخفيه الكثير ممكن عليكم هو أن الكاميرا تعطينا الشجاعة أن احنا نعمل أشياء مستحيل كنا نعملها وحدنا. الشغف هو محرك البحث لذلك عن الحقيقة، سواء كانت حقيقة المكان نفسه أو كانت حقيقة أنفسنا في مواجهة المجهول. سؤال ثاني آخر سألنا أيهما اللقطة التي تكسر الدنيا أم اللحظة التي تعيشها أو اللحظة الحقيقية؟ الإجابة بصراحة اللحظة التي أعيشها هي التي تبقى دائما في ذاكرتي، لكن اللقطة اللي أصورها وتكسر الدنيا فعلا وتعمل ترند هي دائما اللي تكون لي الدافع في الاستمرار. ولكن التحدي هو أن أنا أوجد توازنا بينهم الاثنين. ففي براغ مثلا كانت هناك لحظات حرفيا أنا أطفي الكاميرا عشان أنا أقدر أشعر كونونية اللحظات وبرودة الطقس بالأصح ودفء المكان مع اللقطة نفسها. فلذلك أطفي الكاميرا وأطفي كل شيء وأحط الدرون في الشنطة عشان أقدر أن أنا أخذ وأستشعر اللحظة نفسها، ولا أستنشق هواء المدينة وأشعر ببرودتها وكينونيتها مثل ما يقولوا. لأنه إذا ما عشت أنا حرفيا المشاعر هذه واللحظة بصدق فما بتظهرش هذه المشاعر في الفيديوهات مثل ما أنتم تشوفوها وتسمعوها وتستمتعوا فيها. سؤال آخر حلو جدا سألنا هل تشعر أنت بالوحدة وأنت مسافر وحيدا من دولة إلى دولة؟ الإجابة الصراحة هنا اللي أقدر أقولها أن الوحدة هي رفيقة السفر، ولكنها الرفيقة إيجابية تجبرك دائما على أنك تتحدث مع الغرباء في المدينة الفلانية اللي تزورها، تسألهم، تستفسر منهم، وكذلك أنك تسمع لصوت أفكارك. لذلك أنا أؤمن أن السفر وحيدا هو أفضل مدرسة لاكتشاف حقيقة من أنت فعلا بعيدا عن أهلك وأصدقائك. في سؤال آخر سألنا ما هي التسهيلات والعقبات اللي ممكن أنت تواجهها وكيف أنت ممكن تستغلها وترتب وقتك وأولوياتك اللي أقدر أقول خلال السفر؟ الإجابة هنا اللي أقدر أقولها أن التسهيلات اللي موجودة في أوروبا تتلخص نقدر نقول هي في التكنولوجيا. تخيل كل شيء العالم كله موجود في هاتفك. تخيلوا يعني أنا وأنا هنا وسط هذا الفندق معكم الآن أقدر عبر جوالي أن أنا أحجز لرحلتي في أي مكان في العالم، أحجز الفندق، أحجز التذكرة، أحجز حتى التاكسي اللي بستخدمه في الوقت والزمان اللي أنا أريده. لو كمان إيش أقدر أقارن بين الأسعار، أشوف وين الأفضل، من اللي يقدم لي عروض أفضل، من اللي ممكن يأخذ مني أكثر، وأنا على كرسي هنا ما بتحرك أي خطوة. ولكن العقبات اللي نحن نواجهها الصراحة واللي أنا أشوفها بحسب خبرتي هي بيروقراطية الدول، وأحيانا تكون اللغة. لأن أنا مثلا بتكلم 5 لغات اللي هي الألمانية، الهندية اللي هي الباكستانية الأردو، العربية طبعا، الإنجليزية والهولندية، اللي جانب قليل الروسي قليل كذا. لكن بعض الدول مثلا مثل فرنسا شعوبها بالاصح ما يتكلموا الا اللغه الفرنسيه، وهذه كانت عقبه كبيره جدا بالنسبه لي انه انا ما اعرف فرنسي. ولكن بالتكنولوجيا نستخدم الجوجل ترانزليت او مترجم جوجل عشان يسهل شويه، ولكن برضه تظل عقبه عكس لما تروح بقيه الدول اللي زرتها. كانت براغ، كانت صوفيا، هولندا طبعا 100% تكلموا اللغه الانجليزيه بطلاقه، وممكن انت على طول تمشي امورك وتكون السفر يكون اسهل، التواصل مع الناس بشكل اسهل وسلس. لكن عندي قاعده، وهي قاعده 5 فجرا. الساعه 5 الفجر روح للمناطق اللي انت حابب تصور فيها، صور فيها باريحيه، طلع الدرون، صور المناطق، صور اللقطات السينمائيه اللي انت حابب تصورها قبل ما تكتظ هذه المناطق بالسياح. بعدين اذا ازدحمت الدنيا ممكن انت تاخذ بعدين اللقطات العفويه الاخرى اللي انت ممكن تتكلم فيها مع الناس كان او غيرها. سؤال آخر سألناه متابع كريم بيقول ما هي فكرتك أو نظرتك عن الدول الأوروبية كسائح عربي؟ صراحة يا عزيزي دول أوروبا دول منظمة جدا ودقيقة جدا وتحترم القانون بشكل كامل، وكذلك عندهم منطقة الشنغن كامل، تقدر تدخل أي دول إذا كنت حامل إقامة أحد الدول إلى أي دول في دول الشنغن بكل أريحية بدون حتى ما يسألوك على جوازك.
وهذه تعتبر احد اهم النقاط اللي انا اشوفها صراحه مريحه لي جدا كرحال حابب ان استكشف العالم. بديت من هذه المنطقه، كنز كبير الصراحه وغني ان احنا نستكشفه ونبحث فيه. لكن احنا كعرب نحب عاده الدفء، لذلك هنا في اوروبا صراحه كسائح عربي انا افقد كثيرا من الدفء اللي موجود عندنا في دولنا. اوروبا تعطيك الحريه، تعطيك الجمال، لكنها مدن فرديه جدا الصراحه مقارنه بمجتمعاتنا اللي احنا نشأنا وترعرعنا فيها. وهنا نجي للسؤال الخطير، المانيا ولا اسبانيا افضل؟ طيب اللي اقدر اجاوبك يا عزيزي هنا صراحه المانيا هي النظام، القوه والطبيعه الخلابه، لكن اسبانيا هي الروح، الشمس والطعام، ونقدر نقول العادات اللي شويه قريبه من ثقافاتنا. اذا كنت تبحث عن عمل ونظام وقانون تمشي زي ما نقول احنا الماكينات، فاتجه الى المانيا. واذا كنت تبحث عن الاستمتاع والحياه والشاطئ والشمس، اسبانيا يا عزيزي اسبانيا. والسؤال الاخر المهم والحلو جدا الصراحه اللي كتبوا لنا المتابعين العزيز، ما هي الدول الاوروبيه اللي تعتبر قريبه من عاداتنا وثقافتنا كدول عربيه؟ شوف اذا كنا نتكلم عن الدول الاوروبيه فهي اللي تبع الاتحاد الاوروبي فهي اسبانيا، البرتغال وجزيره مالطا الصراحه. لكن كذلك معنا احنا دول اللي شرق اوروبا مثل البوسنه والهرسك قريبه جدا، ان شاء الله نزورها اكيد بالتاكيد، لانها هي في المخطط في القائمه زي ما بيقولوا حقنا ان احنا نزورها. لكن اسبانيا والبرتغال ونكتشفوا كثير صراحه في الهندسه المعماريه، وكمان الدفء والحياه الاجتماعيه اللي موجوده في اسبانيا والبرتغال تشابه كثير من حياتنا وثقافتنا وعاداتنا والحياه الاجتماعيه اللي احنا متواجده عندنا. ونيجي للسؤال الاخر اللي متابعنا العزيز سالنا انه ايش نصيحتك لشاب مصري اعتقد حابب يبدا من الصفر في براغ؟ اوكي، بحكم خبرتي هنا البسيطه اللي في براغ، هذه المره الثانيه طبعا اللي ازور فيها براغ، انا بجاوب لك على هذا السؤال. اللي اقدر اقول لك يا صديقي انه اول خطوه انت ممكن انك تبدا فيها مش الفيزا، لا بالعكس، اول خطوه هي اللغه وانك تكتسب مهاره. فبراغ مدينه تقنيه وصناعيه متطوره الصراحه، فمن الضروري ان انت تتعلم لك مهاره او ميزه معينه، مثلا تمريض، صناعه، هندسه، او مثلا الان عندنا في الاي اي، في مجال الاي اي او مجال الهندسه الكمبيوتر كان والاي تي، الى جانب اللغه الخاصه في البلد. كذلك مع اهم شيء وهو اتقان اللغه الانجليزيه. فتشيك او براغ ترحب دائما بمن يكونوا اضافه ايجابيه لهذا المجتمع والاقتصاد. لذلك انا دائما انصح اي حد قادم جديد على اوروبا، مش بس براغ، اي حد قادم على اوروبا، انه دائما خلي نفسك اضافه ايجابيه للبلد حيثما انت بتواجد، وتكون رقم صعب ايجابي، رقم صعب وايجابي لهذه البلد. رقم صعب كيف؟ رقم صعب انه انت فعلا المجتمع هذا يعتمد عليك، وكل هذه الخطوات تحاول انه انت تبدا فيها قبل ما تبدا تجهز شنطتك. اذا جهزت هذه الخطوات ابدا جهز شنطتك، صدقنا بتنجح. يجي السؤال الاخر اللي واحد بيسالنا هنا بيقول لي ما هي اهم 3 نصائح قبل انه انت تتوجه الى اوروبا؟ طبعا هو يعتمد، بس اعتقد ان صاحبنا يتكلم على انه جاي رحله سياحه او تصوير. والنصيحه الاولى اللي احاول اوجهها، لا تحاول رؤيه كل شيء برحله واحده، ركز فقط على مدينه او 2 وبعمق، لانه حرفيا اوروبا لها تاريخ كبير جدا من الصراعات اللي مرت، كانت من ايام زمان، من ايام زي ما يقولوا ايش، الحقبه السوداء اللي كانوا فيها سيطره الكنائس على اوروبا كامله، فلهم تاريخ كبير جدا. فبكل مكان في المدينه بتحصل لها تاريخ وقصص انه انت ممكن تركز عليها او تصورها او تحكيها لمتابعينك. النصيحه الثانيه، استثمر في حذاء مشي، لانه انت حرفيا بتمشي كثير. اوروبا تحب المشي وكلها مترابطه مع بعضها البعض، فانت بتحصل نفسك في المكان الفلاني ومفروض تروح المكان الثاني، بتمشي كثير. والنصيحه الثالثه واهم نصيحه، انه انت ضروري قبل ما تجي او تزور اي بلد تعلم ثقافه هذا البلد وقوانينها. كلما كنت على معرفه كبيره بقوانين هذا البلد واحترمت ثقافتهم، كلما فتح لك ابواب كثيره انه انت تقدر تدخل مع هذا الشعب وتتواصل معهم بشكل اسهل وسلس. واخر نقطه، انه لا تعتمد دائما على اكل الشارع، بالعكس انت خارج مثلا تصور في المكان الفلاني او خارج تزور المكان الفلاني، خذ لك سندويتش اكل في شنطتك، وكذلك زجاجه ميه قاره مي، عشان انه انت بتوفر لك كثير جدا من ميزانيتك. بتاكل وبتشرب مي بدل ما تقيس تاكل، تدور وين تاكل وتدور وين تشرب مي، وتضيع الوقت هذا بدل ما انت تروح تصور وتستمتع في البلد اللي انت جاي له زياره. والسؤال زي ما يقولوا السؤال اللي دائما يحس في نفسي صراحه ان انا اجاوب عليه، يعني لانه اجابته تكون قاسيه جدا، وهو هل الغربه صعبه ام احنا بنتعود بعد سنه او سنتين؟ والله يا صديقي الغربه ابدا ما كانت سهله ولا بتكون سهله ولا عمرها حتكون سهله، لكن
احنا اللي مع الايام بنصير اقوى. اذا ما كنتش اقوى الغربه بتستمر انها تكون صعب عليك. فالسنه الاولى هي اصعب سنه لاي واحد وافد جديد، لكن بعدها انت بتبدا تمد قدورك، بتبدا تعرف ثقافه البلد، بتبدا تدخل فيهم وتكسر حرفيا زي ما يقولوا ايش الجليد اللي بينك وبين هذا المجتمع. فالغربه مدرسه، ولكنها مدرسه الصراحه رسومها غاليه جدا، وهي البعد عن الاهل والوحده. بيجي الواحد هنا سالنا بحكم فترتك يا دكتور في اوروبا، هل العرب هنا في اوروبا بيساعدوا بعضهم البعض ولا كيف النظام؟ الصراحه الاجابه هي نعم ولا، لانه في هيك وفي هيك. بتجد ناس فعلا يساعدك ويفتح لك بيتك ويدعمك ويدهفك خصوصا في البدايات، وبتجد والله واحد بالعكس هو زعلان ليش انت جالس تخطو خطوات نحو النجاح. لذلك انا نصيحتي لاي قادم جديد، ابحث حرفيا عن الناجحين من العرب مهما كانت جنسياتهم، ابحث عن الناجحين وهم فعلا اللي بيوقفوا معك في اول خطوات من خطوه الصفر الى ان توصل الى سلم النجاح. ونجي للسؤال الغريب الصراحه خارج السياق ها واحد بيسالنا معلومات عن الحجامه هل منتشره في اوروبا او لا؟ الصراحه الحجامه في اوروبا موجوده، تسمى الكيوبينج ثيرابي، ومنتشره وبدات تاخذ لها صدى صراحه كطب بديل، وخصوصا منتشره بكثره بين الرياضيين، لكنها بالطبع ليست اشهر مثل من الدول العربيه. ففي الدول العربيه لها ثقافه اصيله الصراحه، وعند البعض لها بعد كذلك ديني، لكن هنا في اوروبا هي ممارسه صحيه حديثه، وعاده او احيانا نقدر نقول خلينا نقول مكلفه. طيب نيجي للسؤال الاخر، صوفيا او براغ كشعب؟ صراحه صوفيا شعبها اكثر دفء وتواضع واقرب لروحنا نحن، اما براغ الشعب فيها محترم جدا للخصوصيه وشعب عملي، وفي البدايه الصراحه يبدو باردا كده، لكن لانك تتعرف عليه وتبدا تحاول انه انت تكسر الجليد عشان انه انت ينفتحوا معك ويكونوا اكثر قربا لك. فبالتالي هنا انا ارشح صوفيا. نيجي للسؤال الخطير اللي صراحه دائما ما يتردد من بعض متابعيني ويقولوا لي يا دكتور ليه ما تصور هنا ما تصور هنا، وهو اللي بيقول لي سؤال، ما هي الدول العربيه اللي تحلم بزيارتها؟ طبعا هو قال ما عدا خلي اليمن على جنب، لكن انا المفروض ارد، لانه حلمي الاول الصراحه الان في السنه الجايه ان شاء الله باذن الله احنا مخططين ان احنا نزور سقطرى في اليمن، افضل واجمل جزيره في العالم انا اؤمن فيها، ما زالت كذا بيور، المفروض احنا نزورها ونستكشف فيها. احنا اهل البلد اذا ما طلعنا جمال بلدنا من مين عاد يطلع؟ يعني نستنى من الغريب يجي عشان يطلع وينشر جمال بلدنا؟ لا، اول شيء ان شاء الله السنه الجايه هي سقطرى تكون زيارتنا، ثم بعد ذلك انا الدول العربيه اشوف انه مصر الصراحه انا زرتها كثير، ولكن حابب فعلا ان انا اروحها هذه المره مش كسائح ولكن كمصور. نيجي للسؤال الاخر بيقول ما هي عدتك للتصوير في هذه الرحله؟ طبعا انا استخدم عاده كاميرتي، ولكن دائما ما تكون خصوصا في الشارع واللقطات العفويه اللي تشوفها هي عن طريق جوالي 4K بيصور، فما بيختلفش يعني ما بيختلفش كثير عن الكاميرا. اللقطه العفويه الجوال اسهل، وطبعا اكيد معنا احنا من المعشوقه الدرون هي اللي بتطلع لكم هذيك اللقطات الجماليه، الدرون هي اللي بتقفل، الدرون هي اللي بتحط التشكيله زي ما بيقولوا ايش البهارات الرائعه اللي بتطلع حلاوه الفيديو كامل. معنا الدرون الحديثه اللي وصلتنا هديه من شركه DJI، نشكرهم مره اخرى على هديتهم وعلى ثقتهم بنا. يجي السؤال الاخر اللي اعتقد اني ذكرته بالفيديو، وهو ما هي اساسيات او الحاجات الاساسيه اللي تواجد في الشنطه خلال السفر دائما بشكل عام؟ طبعا بشكل عام انا عاده انا اسافر بشنطه باك لسهوله تنقلي وسهوله سفري، وكذلك الرخص. احنا ما محتاج، انا اروح عاده 3-4 ايام اسبوع احيانا من التصوير. دائما اخذ معي اكيد ملابسي، طبعا اكيد ملابس بدله للنوم وبدله للتصوير، ومثل تشوفوا لاني باك تشوفون عاده اطلع ببدله واحده. طبعا في الشتاء معي بدله واحده وفي الصيف معي بدله واحده. ليش؟ لانه في الشتاء خلاص هو ذاك الكوت بسبب البرد، فتحت اللي تحته ما لبس ابيض اصفر احمر اخضر ونفسهم ما يطلعش، ما يفرقش معاكم ما يبانش لانه في الشاشه. فبالتالي هي بدله للتصوير وبدله للنوم صراحه على حسب طبعا الفتره. كمان اللي قابل هذا عندي ادوات تصوير هذه في شنطه خاصه، درون اكيد طبعا، المايك، الشاحن، الخازن مهم جدا في اوروبا، مهم جدا. ممكن اقول لي مهم جدا. ليش؟ لان انا بخرج احيانا زي اليوم مثلا وامس خرجت من الساعه 8 صباحا الى الساعه 10 مساء، كله تصوير. فمن هذا المنطلق الخازن مهم جدا. طبعا اللي قال بهذا الجمبل الخاص بحامل الكاميرا، مثبت الكاميرا، سيلفي ستيك عشان يساعد احنا في التصوير، يصورنا من الجوال، والمايك اللي انتم تشوفونه من DJI كذلك
DJI شو شوي اشوف انها قد بتكون الراعي الرسمي لهذه القناه صراحه. لا المايك احنا اشتريناه. ننقل للسؤال الاخير، ما هي الحقيقه عن السفر داخل اوروبا اللي انا اسافرها وما تظهر في الفيديوهات؟ والصراحه اقدر اجاوب على هذا السؤال انه هو يمكن مش، اعتقد انه هي ما تظهر مش فقط في الفيديوهات، يمكن ما تظهر في اي من فيديوهات الرحاله. صراحه الحقيقه اللي نخفيها نحن خلف الكاميرا هو التعب النفسي والجهد الجسدي. احيانا حرفيا انا اشعر بالارهاق لدرجه ان انا افكر خلاص اقول خليني اوقف التصوير وارجع الفندق ارتاح خلاص. بس اللي يخليني اكمل انه فعلا عندي جدول تصوير مفروض انا اكمله في هذا اليوم، عشان في بكره في جدول اخر انا المفروض اتمه من التصوير. فالسفر ورحلات التصوير اللي احنا نعملها لكم مش كلها فندق وابتسامه وحاجه زي كذا، لا بالعكس اللي يظهر لكم في الشاشه، لا بالعكس هي ضياع في الطرقات. دور GPS يروح عليك باص، يروح عليك ترام، وضياع في الطرقات وبرد قارس، خصوصا في اوقات البرد اللي احنا فيها الان الشتاء. يعني مثلا في تصوير اليوم صراحه اذكر، اعتقد انه مش عارف انا بيظهر في حلقه من الحلقات اللي قادمه ولا لا، برد جدا. يعني هذا القفاز مش راضي يدفي اليد، فرحنا عند اللي يعملوا هذا تدريك المشاوي حقه، رحنا حاطين يداتنا، مش انا صراحه كثير كمان من سكان براغ مش عارف اصلا حاطين يداتنا فوق الفحم عشان تدفي شويه الكلفسات وبالتالي تدفي يداتنا. والصراحه الاسئله اليوم لما سجلتها انا قمت سالتونا اياها خلتنا صراحه اراجع نفسي كثير على الاجابات، لانه اجابات يعني ما كنتش متخيل، يعني انتم خرجتوا اجابات انا ما كنتش فعلا كنت اشعر بها، ولكن ما كانتش مترجمه لكلمات صراحه. فلذلك شكرا لكم ولاسئلتكم صراحه. فالسفر يا جماعه مش بس شنطه وجواز سفر وتذكره طيران، السفر هو اللي يخلينا ان احنا نعرف ان العالم اكبر بكثير مما نحن نتخيل، ولان احنا كبشر من مختلف ثقافاتنا وجنسياتنا ولغاتنا تظل احلامنا وافكارنا والامنا وحده. فبراغ علمتني في الايام التي فاتت ان الجمال الحقيقي مش بس في المباني القديمه، فالجمال الحقيقي هي في القصص اللي مخبايه في زوايا الشوارع وفي عيون الناس اللي نقابلهم ونشوفهم. فاتمنى الاجابات هذه تكون وصلت لكم ولو جزء بسيط من المشاعر والحياه اللي انا اعيشها خلف هذه الكاميرا، وخلتكم فعلا تحسوا انه كانكم جزء كنتم من كل اي رحله انا اقوم بها. خلصنا الاسئله يا اخوان، ولكن الرحله اكيد ما زالت في بدايتها. بتنزل لكم الحلقات براغ بشكل متتابع، تقريبا صورنا 3 حلقات ان شاء الله بتنزل لكم. فشكرا لكل واحد منكم ارسل سؤاله وسالنا، شكرا لكم لانكم كنتوا ولا زلتوا جزءا من هذه الرحله في هذه القناه. فلو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه القناه مع احبابكم، لان الفيديو اللي جاي من براغ هو المغامره الحقيقيه. تصبحوا على خير من قلب براغ العاصمه التشيكيه. سلام.